السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل القطة الكروشيه دي. هو ده شكل القطة، وان شاء الله طريقتها تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل، ومش هطول عليكم. يلا بينا نشوف الأدوات. هي دي الأدوات اللي احنا هنستخدمها. أول حاجة عندي هي الخيط. أنا في الفيديو ده مستخدمة خيط قطيفة، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا أي خيط تاني انتوا حابينه. برضو هحتاج إبرة كروشيه، وأهم حاجة إن الإبرة تكون نفس مقاس الخيط، والإبرة اللي أنا مستخدماها مقاسها 5 مليمتر. وهحتاج مقص علشان أقص بيه الخيط، وبرضو هحتاج حاجة أعلم بيها بداية أو نهاية الدور، وهحتاج عيون بلاستيك، لكن العيون دي لو مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا خيط اسود. وبرضو هحتاج الخيط الاسود والخيط الابيض علشان اعمل بيهم تفاصيل وش القطة، وهحتاج ابرة علشان اخيط بيها القطة بتاعتي، وبرضو هحتاج حشو. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هبدأ بالودان، وعلشان ابدأ الودان اول حاجة هعملها هي اني هعمل 5 غرز حشو جوه دايرة سحرية. انا هنا مستخدمة خيط قطيفة، وبالخيط القطيفة انا بفضل اعمل دايرة سحرية بطريقة السلسلتين، وهي اني هعمل عقدة منزلقة، وبعد كده هعمل 2 سلسلة، وبعدين في تاني سلسلة من الابرة هتعامل معاها على اساس انها الدايرة السحرية، وهعمل جواها 5 غرز حشو. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت اول غرزة جوه الدايرة السحرية، هعمل كمان 4 غرز. كده انا خلصت الدور الاول، ودلوقتي هبدأ الدور التاني. والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة، وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 10 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، وبكده برضو أبقى خلصت أول ودن، علشان كده هقص الخيط، وهعمل كمان ودن بنفس الطريقة ولكن مش هقص الخيط. يعني أنا كده خلصت أول ودن، هعمل كمان ودن بنفس الطريقة بالظبط ولكن مش هقص الخيط في الآخر. هعمل تاني ودن، بعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت تاني ودن، وعلشان أشبك الودنين في بعض من تاني ودن أول حاجة هعملها هي إني هعمل 4 سلاسل. 1 2 3 4. وبعد كده في آخر غرزة من أول ودن اللي هي الغرزة دي هعمل جواها غرزة حشو علشان أشبك الودنين في بعض بالشكل ده. وهي دي هتبقى بداية الدور الجديد، علشان كده هشيل العلامة بتاعتي وهحطها في الغرزة دي. وبعدين هعمل 10 غرز حشو على أول ودن اللي هي الودن اللي أنا شغالة فيها دلوقتي. وكده أنا عملت 10 غرز حشو، ودلوقتي وصلت لل4 سلاسل، وفي كل سلسلة منهم هعمل جواها غرزة حشو. يعني هعمل 4 غرز حشو بما إن أنا عندي 4 سلاسل.
كده 1 2 3 4. ودلوقتي هشتغل فيه تاني ودن، وفي تاني ودن هعمل برضو 10 غرز حشو، يعني هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. كده أنا خلصت ال10 غرز حشو، ودلوقتي وصلت ل4 سلاسل، وبرضو هعمل غرزة حشو في كل سلسلة موجودة عندي. وبكده أبقى خلصت الدور التالت، والمفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 28 غرزة. دلوقتي في الدور الرابع والدور الخامس، يعني دورين، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدورين الجايين، الدور الرابع والدور الخامس. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 28 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده أنا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي هبدأ الدور السادس. والدور السادس عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور السادس يبقى عندي 35 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده أنا خلصت الدور السادس، ودلوقتي هبدأ الدور السابع. والدور السابع عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور السابع. والمفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 35 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السابع، ودلوقتي هبدأ الدور الثامن. ونمط الدور الثامن هيبقى عبارة عن غرزتين حشو وبعد كده زيادة وبعد كده غرزتين حشو. كده أنا عملت أول غرزة حشو، منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده تاني غرزة، وبعد كده هعمل زيادة، وبعدين هعمل غرزة حشو،
وبعد كده هعمل تاني غرزة حشو وهفضل مكملة بالنمط ده، هو اني بعمل غرزتين حشو وبعد كده زيادة وبعد كده غرزتين حشو. والمفروض في آخر الدور الثامن يبقى عندي 42 غرزة. هشتغل معاكم الدور الثامن على بعضه علشان ما تتلخبطوش. كده انا وصلت لاخر الدور الثامن وفاضل دلوقتي غرزتين، وهرجع مكملة النمط بالظبط، هو اني هعمل فيهم غرزتين حشو، لان دول اخر غرزتين متبقيين من غرزتين بعد كده زيادة وبعد كده غرزتين. وكده انا خلصت الدور الثامن، وزي ما قلت المفروض في اخر الدور الثامن يبقى عندي 42 غرزة، وهو ده شكل القطة لحد دلوقتي. ودلوقتي من الدور التاسع للدور ال18 يعني 10 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال10 أدوار اللي جايين من الدور التاسع للدور ال18. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 42 غرزة. هخلص ال10 أدوار دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال18، ودلوقتي هبدأ الدور ال19. والدور ال19 عبارة عن غرزة حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال19 يبقى عندي 28 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال19، ودلوقتي هبدأ الدور ال20. والدور ال20 عبارة عن تناقصات الدور كله. هفضل أعمل تناقصات لغاية نهاية الدور. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت أول تناقص، هعمل تناقصات لغاية نهاية الدور ال20. المفروض في آخر الدور ال20 يبقى عندي 14 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. ولو انتوا عايزين تركبوا العيون البلاستيك دلوقتي، ممكن تركبوها ما بين الدور السابع والدور الثامن،
حوالي 4 غرز ما بين بعض، ولكن أنا شخصيا هلزق العيون بتاعتي في الآخر. كده أنا خلصت الدور 20، ودلوقتي قبل ما أكمل هبدأ أحشي القطة بتاعتي. ودلوقتي هبدأ الدور 21، والدور 21 برضو عبارة عن تناقصات الدور كله. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت اول تناقص، هفضل اعمل تناقصات لغاية نهاية الدور 21. المفروض في آخر الدور 21 يبقى عندي 7 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. ودلوقتي هحشي القطة بتاعتي كمان شوية، وبعد كده هشيل العلامة اللي أنا حطاها، وبعدين هعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أقفل جسم القطة، وهشد الخيط بالشكل ده. وعلشان أقفل جسم القطة هدخل نهاية الخيط جوه الإبرة، وبعد كده هعدي الإبرة على الغرز اللي في آخر دور بالشكل ده، وبعدين هشد الخيط علشان الخرم يقفل. ولو انتوا حابين تتأكدوا ان جسم القطة قفل كويس ممكن تعدوا الإبرة ما بين الغرز. كده أنا خلصت جسم القطة وهو ده شكله. دلوقتي هلزق العيون، وهلزق العيون ما بين الدور السابع والدور الثامن حوالي 4 غرز ما بين بعض. أنا في الأول علشان ما اتلخبطش علمت مكان العيون بدبابيس، وبعد كده شلت الدبوس وحطيت اللزق بتاعي ولزقت العين.
وبعد كده هستخدم الخيط الأبيض بتاعي علشان أعمل زي خط حوالين العين. الخط ده هيكون حوالين الجزء اللي ناحيته برا من العين، يعني مش جوه، هيكون برا. أنا بوريكم دلوقتي في الجزء ده هيكون زي خط بسيط كده حوالين العين علشان يخلي شكل العين أحلى بكتير بالشكل ده. كده أنا عملت الخط حوالين أول عين، هعمل الخط برضو حوالين تاني عين. وبعد ما أعمل الخط اللي حوالين العيون هتأكد إن العين شكلها حلو، وبعد كده هربط نهاية الخيط الأبيض مع بعضه وهخفي الخيط الأبيض. وبعد كده هستخدم الخيط الأسود علشان أعمل بق القطة، وبرضو علشان أعمل تفاصيل الوش اللي هي الخطوط أو الشنبات اللي بتبقى موجودة على الجنب. وكده أنا خلصت تفاصيل وش القطة، ويلا بينا دلوقتي نعمل الديل. علشان أعمل الديل أول حاجة هعملها هي إني هعمل 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية، وبرضو هنا هستخدم طريقة السلسلتين وأنا بعمل الدايرة السحرية. كده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي من الدور التالت للدور السابع يعني 5 ادوار هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور،
كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي. هفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الخمس أدوار اللي جايين من الدور التالت للدور السابع. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الخمس أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السابع، ودلوقتي هبدأ الدور الثامن. والدور الثامن عبارة عن غرزتين حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور الثامن يبقى عندي 9 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الثامن، ودلوقتي في الدور التاسع والدور العاشر هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي. هفضل أعمل غرزة حشو في الدورين الجايين، الدور التاسع والدور العاشر. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 9 غرز. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور العاشر، ودلوقتي هبدأ الدور ال11. وأول حاجة هعملها في الدور ال11 هي إني هعمل غرزتين حشو. كده 1، منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. وبعد كده 2، وبعدين هعمل تناقص. والتناقص هو إني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة. وبعد كده هعمل 3 غرز حشو. كده 1، 2، 3. وبعد كده هعمل تناقص. وبكده أبقى خلصت الدور ال11، والمفروض في آخر الدور ال11 يبقى عندي 7 غرز. ودلوقتي من الدور ال12 للدور ال16 يعني 5 أدوار هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. هفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال5 أدوار اللي جايين من الدور ال12 للدور ال16. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 7 غرز. هخلص ال5 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال16، ودلوقتي علشان أقفل الديل هشيل العلامة اللي أنا حطاها، وبعد كده هتني الديل بالشكل ده، وهعمل 3 غرز حشو علشان أقفل الديل بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. غرز الحشو هتبقى على الناحيتين. بكده أبقى خلصت الديل. علشان كده هقص الخيط وهسيب كمية من الخيط أقدر بيها إني أخيط الديل على جسم القطة، وهشد الخيط بالشكل ده. ويلا بينا دلوقتي نخيط الديل على الجسم. هخيط الديل على الجسم ما بين الدور ال14 والدور ال15.
ودلوقتي انا خيطت الديل، وبكده ابقى خلصت القطة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو في اي اسئلة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات، وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجة تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا القطة دي ممكن تحطوها على الانستجرام او على التيك توك وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اتفرج على ابداعاتكم. وبرضو لو عجبكم الفيديو ده ممكن تشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان ده بيساعدني وانا بعمل لكم الفيديوهات. وهشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.